غنعطيكم دابا مجموعة ديال الأسرار والنصائح والحيل في نوت بوك LM قلال اللي كيهضر عليهم في اليوتيوب، واللي غتجعل استعمالك لهذا البرنامج احترافي لدرجة كبيرة. نوت بوك LM كيدعم العربية والدارجة مزيان، ولكن تداخل الكلمات الإنجليزية في الأجوبة ديالو كيقدر يخربق اتجاه النص من اليسار لليمين. الحل هو غير لغة حسابك جوجل للعربية ولو مؤقتا. من هنا Account Personal Info Language. هاد الخطوة غتخلي الواجهة تولي RTL، يعني من اليمين لليسار، والأجوبة غتولي منظمة وسهلة في القراءة. من بين أحسن الطرق باش تضبط أي موضوع جديد باستعمال نوت بوك LM هي ما تسولش فقط شنو هو هذا الموضوع، بل بدل طريقة السؤال وسول على الأخطاء. جرب تستعمل هذا البرومبت القوي: شنو هي الأخطاء الشائعة اللي كيطيحوا فيها المبتدئين في هذا الموضوع. هذه الطريقة ذكية وممتازة للتعلم السريع، حيث عوض ما تكتفي بالمعلومات النظرية البرنامج كيعطيك العراقيل الحقيقية اللي تقدر تواجهك. هكذا كتختصر على راسك الطريق وكتعرف شنو خاصك تجنب قبل ما تبدا، وهذا الشيء كيعطيك رؤية أوضح وتطبيق عملي أحسن. إلا لاحظتي باللي البرنامج خدا وقت طويل أكثر من القياس باش يصاوب لك شي حاجة أو يدخل المصادر، وبقى داك الكيرسور غير تيدور وتيدور بدون نهاية بحال إلا تبلوكا، ما تبقاش جالس كتسنى وتضيع وقتك. غير دير ريفريش أو إعادة تحميل للصفحة، وهذيك الساعة غيتوقف الكيرسور وغيخرج البرنامج من داك الباغ اللي طاح فيه، وغالبا غتلقى النتيجة ديالك واجدة. واحد الميزة مهمة في نوت بوك LM بزاف ديال الناس كيتجاهلوها، وهي خاصية اد نوت. النصيحة هي استغلها بذكاء، قيد فيها أفكارك الشخصية، الأسئلة اللي كتحيرك أو الملاحظات اللي بانت لك وسط البحث. وملي تجمع مجموعة ديال النوتس وتشوف باللي راه فيها الزبدة ديال الموضوع، كليكي على Convert all notes to source. هذا الأمر كيحول الملاحظات ديالك كاملة لمصدر جديد سورس ومستقل داخل النوت بوك. هذه الخطوة كتمكنك تحذف المصادر القديمة اللي كتكون طويلة وكتعمر الحيز سبيس، وتبقى خدام فقط بالخلاصة المركزة اللي صوبتيها بيدك. هذه الطريقة فعالة بزاف، خصوصا لمستخدمي النسخة المجانية، باش يحافظوا على مساحة العمل ويركزوا على المفيد. بما أن هذه النسخة مجانية، فراه كاين ما يسمى ب rate limits أو حدود الاستخدام. يعني إلا بقيتي كتعطي أوامر معقدة بزاف ومتابعة في وقت قصير، يقدر البرنامج يقول لك تسنى شوية. إذا ما تحاولش ترفع 50 ملف دقة واحدة وتطلب منه يحللهم كاملين في سطر واحد. خدم بذكاء، فعل غير المصادر اللي محتاج دابا، واعطي أوامر مركزة. وإلا كاع طلع لك الميساج ديال الانتظار ما تقلقش، غير سد المتصفح، خذ واحد كاس ديال اتاي وجيب دورة ورجع، غادي تلقى الأمور رجعت عادية. هذه هي الضريبة ديال أداة قوية وفابور، ولكن بالصبر والتركيز غتخرج منها العجب. ملي البرنامج كيعطيك أي معلومة تقدر تكليكي على دوك الأرقام الصغيرة citations اللي كيبانوا مورا الجمل، غيديك النيشان للبلاصة فين كاين المصدر الأصلي في الكتاب أو الفيديو. هكا كتأكد باللي المعلومة حقيقية وماشي هلوسة ديال الذكاء الاصطناعي. تقدر تصوب حتى ل100 نوت بوك مختلف. نصيحتي لك هي خصص واحد النوت بوك لكل مادة دراسية تتقراها، واحد خاص بتعلم بايثون، واحد لتعلم الإنجليزية، وواحد لكل مشروع خدام عليه. هكا
غتنظم حياتك الدراسية والمهنية بطريقة عمرك حلمتي بها. وباش تعرفوا القوة ديال هذا الوحش التقني، راه كيقدر يهضم حتى ل50 مصدر في كل نوت بوك واحد، وكل مصدر يقدر يوصل ل500 ألف كلمة. يعني تقدر تحط فيه مراجع سنة دراسية كاملة، وهو غيربط الخيوط بيناتهم كاملين في دقيقة. إلا حسيتي بالبرنامج بدا كيتلف أو كيعطيك أجوبة عامة، الحل بسيط: نقص من عدد المصادر المفعلة، حيد التفعيل على المصادر اللي ما بغيتيش دابا، وخلي غير اللي فيهم الموضوع اللي كتراجع فيه. هكا كترغم على الاي اي يركز غير على الحاجة اللي محتاج. قليل من الناس كيعرفوا انك تقدر تعطي للذكاء الاصطناعي دور محدد باش يجاوبك بطريقة ادق. مثلا قل ليه: تصرف كأنك أستاذ جامعي تيشرح هذا الموضوع لمبتدئ، أو تصرف كأنك مبرمج محترف يشرح لي هذا الكود خطوة بخطوة. هذه الطريقة كتبدل أسلوب الشرح بالكامل، وكتخلي الأجوبة أوضح ومناسبة لمستواك. وحاجة لازم تعرفوها: نوت بوك ال عنده تطبيق على الجوال، ومن أحسن المزايا فيه هو أنك تقدر من أي موقع أو فيديو يوتيوب على التليفون تكليكي على زر المشاركة شير وتضيفه مباشرة للنوت بوك ديالك، ما محتاج تنسخ الرابط وتلصقه يدويا.